بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدي الرئيس. بادئ ذي بدء أترحم على كل الشهداء الذين سقوا بدمائهم الزكية شجرة الحرية في بلادنا ومهدوا لنا الطريق لانتخاب أول مجلس يمثل إرادة الشعب في إطار من النزاهة والشفافية شهد بها القاصي والداني. هذا المجلس الذي انتخبه شعبنا في يوم مشهود، في ذلك اليوم التاريخي يوم 23 أكتوبر 2011، ويحاول البعض ممن احترف سابقا تزييف إرادة الشعب خلال الانتخابات عند توليهم المسؤوليات خلال الحكم الدكتاتوري البائد، يحاول الآن الطعن في شرعيته، وهو ما يمثل منتهى الاحتقار والازدراء والاستخفاف بإرادة الشعب. نحمد الله بأن محاولة الانقلاب على الشرعية والتي تم التخطيط لها منذ أمد بعيد قد فشلت يوم 6 فبراير وفي الأيام التي تلته. لقد مهدوا لذلك بحرق ما يقرب من 40 مقام للأولياء. ومن المفارقات العجيبة أن نجد اليوم من كانوا يستهزئون بمقامات الأولياء ويتندرون بمن يقصدها، وأغلب هؤلاء من اللائكيين ومن المتطرفين اليساريين الاستئصاليين الذين كانوا سندا للمجرم بن علي خلال سنوات الجمر. نجد هؤلاء يتباكون على مقامات الأولياء. انظروا إلى أي مدى يصل التوظيف السياسي. هؤلاء الذين لطالما استهزأوا بالدين الإسلامي الحنيف ومقدساته، ووصل الأمر بالبعض منهم إلى حد الاستهزاء بالذات الإلهية بخالق الكون من خلال ذلك الشريط التعيس المسمى بيرسيبوليس. وهذا يجرنا إلى الانحطاط الذي تلاحظه جماهير شعبنا في الخطاب الإعلامي الذي يبدو في الأحداث الأخيرة جزءاً من المطبخ السياسي القذر. قلت المرحلة الأولى للمحاولة الانقلابية انطلقت بحرق مقامات الأولياء مع شحن إعلامي لم يسبق له مثيل، وقد تمثلت المرحلة الثانية في عملية الاغتيال التي سعى من يقف وراءها إلى تفجير الوضع بشكل كبير حتى يقع التمهيد للانقضاض على السلطة. وقد رافق عملية الاغتيال المدانة بكل المقاييس تغطية إعلامية ضخمة تم فيها استعمال كل الإمكانيات المادية والبشرية لإلصاق التهمة بطرف سياسي، وذلك دون انتظار نتائج التحقيق، مع التأكيد هنا على مسألة هامة وقاعدة معروفة في علم الإجرام السياسي، وهي ابحث عن المستفيد تجد الفاعل. هذه القاعدة التي تقول ابحث عن المستفيد تجد الفاعل. ولمن كانت ذاكرته قصيرة أذكر بما حصل في قصة القس البولوني الذي قتل في العاصمة، وسارعت عدة وسائل إعلام إلى اتهام أحد الأطراف الإسلامية، ولكن اتضح فيما بعد أن قاتله الذي تم القبض عليه تجمعه به علاقة شخصية، ولم يكن الدافع هو الانتقام من شخص يحمل عقيدة دينية مغايرة. وكانت المرحلة الثالثة في المحاولة الانقلابية ذلك التصريح المشؤوم الذي تم الإدلاء به في ساعة متأخرة من الليل، ودعا بكل وضوح وبشكل لا لبس فيه إلى حل المجلس الوطني التأسيسي، وهنا مربط الفرس. وقد صاحب يوم الاغتيال أعمال عنف ممنهجة كان الهدف منها حسب زعمهم إحداث حالة ثورية للانقضاض على السلطة. وقد صاحب يوم الاغتيال أعمال عنف ممنهجة كان الهدف منها حسب زعمهم إحداث حالة ثورية للانقضاض على السلطة، ولكن خاب سعيهم بسبب يقظة وانتباه شعبنا لما يحاك له ولثورته. وبهذه المناسبة وأختم، أحيي الدور المشرف لرجال الأمن الشرفاء الذين حموا مدننا وقرانا من العبث، وأحيي كذلك جيشنا الوطني الذي كان في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه. هذا الجيش الذي حمى الثورة وساهم في إنجاح الانتخابات التي لم تشهد لها بلادنا مثيلا، ويساهم حاليا في ترسيخ المسار الديمقراطي. وشكرا.